بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لتعديل بيانات الراوتر إن كان اليوزر نيم أو الباسورد، ببساطة بنروح على ابدأ، ومنها بنروح على رن، نكتب بالفراغ هون CMD، حيطلع لنا هذا المربع الأسود، نكتب في داخله IP config، نضغط انتر. هلا انا اللي بهمني في هذا المربع هو البيانات اللي في السطر الثالث، باخذ الارقام منه مع النقاط الظاهرة، وبفتح متصفح، بدخل البيانات في المتصفح، مباشرة حيطلع لي نافذة بتطلب مني إدخال اسم مستخدم وكلمة مرور. عادة ما بيكونوا admin زي ما بنكتبها، بس بتكون بالكابيتال لتر. في حال ما كانت كلمة الولوج عندكم هي admin، ببساطة فيكم تحصلوا على الكلمة الخاصة فيكم من الشركة المزودة للإنترنت. أنا هلا دخلت على صفحة الراوتر. أنا هلا داخل صفحة الراوتر، بفوت على كلمة وايرلس. في حال بدي أغير اسم الراوتر، بضغط على بيسك، بدخل هون الاسم اللي بدي إياه، وبعمل حفظ تغييرات. طبعا بعد هاي الإجراء مباشرة حينقطع الإنترنت لثواني، وبتشبكوا على الاسم الجديد. وفي حال بدي أغير كلمة المرور، بضغط على security، أسفل الصفحة في عندي النتورك كي 1، بقوم بإدخال كلمة المرور الجديدة اللي بدي أعتمدها، وبضغط حفظ التغييرات. هلا ما دون هاي البيانات، ما بنصح الغير مطلع انه يكون بتعديل اي بيان داخل هاي الصفحة بدون ما يكون مع دعم تقني لهذا الموضوع. في حال وجود استفسارات او اسئلة، برجاء ترك الاسئلة في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.